كلامي موجه للجميع. ممنوع صباح الخير، صباح الفل، اي صباح مهما كان. محظور السلام في الصباح، في المساء، وسط النهار، اول الليل، بعد الليل. مفهوم؟ لم تضبط معنا. شخصيتنا اليوم تعتبر من أبرز الشخصيات في عالم التمثيل والغناء. من هي؟ تشوف. شخصيتنا اليوم هي نورما جين، المعروفة باسم الشهرة مارلين مونرو، الممثلة الشقرة أو الناس اللي يعتقدون أنها شقرة. اشتهرت بشعرها الأشقر وفستانها الطاير، لكن في الأساس هي شعرها أسود، وهذا اللي صنعته الميديا في شخصيتها. مع أنها كانت تاخذ دور البطولة في أغلب الأفلام، لكن لا زالت أقل أجر ما بين الممثلات كلهم، وذلك بسبب ضعفها في التمثيل. عادت مشهد 60 مرة بسبب جملة بسيطة مو قادرة تقولها، اللي هي أنا هنا يا عزيزي. على الرغم من شهرتها في عالمنا هذا وأيام الستينات، إلا أنها كانت تصرح أنها تشعر بفراغ داخلي وحزن شديد. اعتنقت الكثير من الديانات لدرجة يوم وفاتها ما حد عرف على أي ديانة ماتت. مارلين مونرو ماتت بسبب جرعة زائدة أو كما يصوره لنا الإعلام، ولكن في الحقيقة كل الأدلة تدل أنها ماتت مقتولة. والكل يصرح ويقول أن سبب مقتلها كان بسبب علاقتها المقربة من جون كينيدي وأخيه بوبي كينيدي، اللي كانوا متخوفين بسبب أسرار. مع أنها كرست حياتها للبحث عن أبيها، لكن لا زالت تعتبر بنظر المجتمع يتيمة ولقيطة، وسمت اسمها على أمها.
مساكم الله بالخير جميعا، هلا وسهلا فيكم. أنا يزيد الحارثي، رسام كاريكاتير سعودي. في فقرة آرت لليوم حكلمكم عن فن جديد. ومن أشهر فنانين الجرافيتي على مستوى العالم اللي هو البريطاني بانكسي. بانكسي هذا مصيبة، يعني له أعمال انتشرت في كل العالم وجميع الأخبار. بانكسي يا اخوان دائما يحرص انه ما يطلع وجهه قدام الكاميرا، وحتى ما يظهر صوته الحقيقي على اساس ما يمسكون الشرطة البريطانية. Subversive graffiti artist Banksy, whose works are usually found adorning the streets of London and Bristol, has now created 9 spray paintings on the controversial Barrier. First time, pictures of the famously camera-shy stencil artist have been shown on television, filmed in a way that hides his identity. His stunts are notorious. He's often طبعا بانكسي يا جماعة إذا سافر ما يشتغل إلا بالليل، وفي أماكن ما يقدرون يشوفونه فيها الشرطة عشان ما يمسك.